متخيل ان شاروخان اللي بقى ملك بوليوود كان بيبيع تذاكر السينما وهو صغير؟ وده غير انه عمل معظم مشاهد الاكشن بنفسه حتى القفز من المباني. في الحلقه دي هنعرف ازاي بقى النجم الاغنى في الهند واسرار محدش يعرف عنها حاجه. انا حبيبه مصطفى وده برنامج اسرار مشاهير هوليوود. شاروخان الراجل اللي خلى بوليوود تبقى عالميه من اول ظهور ليه بدور راج في افلام التسعينات. الجمهور وقع في حبه، بس ورا الكاميرا شاروخان عنده حكايات واسرار ممكن تخليك تشوفه بنظره تانية خالص. الحلقه دي هنتكلم عن سر قوته واخطر مشاهد الاكشن اللي عملها بنفسه واغرب حاجه عملها علشان الدور، وكمان ثروته اللي وصلت لمليارات. شاروخان اتولد سنه 1965 في نيودلهي، وبدا تمثيله وهو عنده 23 سنه في مسلسلات هنديه، وكان بيحلم يبقى نجم كبير، لكن مر بظروف صعبه بعد وفاه والده واشتغل بيبيع تذاكر في السينما علشان يقدر يصرف على نفسه. النقله الكبيره كانت مع فيلم ديوانا سنه 1992، واللي كان اول فيلم سينمائي ليه، وقدر يكسر شباك التذاكر، وده خلى شركات الانتاج تتهافت عليه، وبدا مسيرته في بوليوود. لكن الشهره الاكبر كانت مع فيلم دلويل دلهانيا، واللي بقى انجح فيلم في تاريخ بوليوود، واتعرض في السينمات لمده 20 سنه متواصله. الفيلم ده خلى شاروخان يبقى ملك الرومانسيه في بوليوود، والنقاد قالوا انه ايقونه هنديه جديده. في فيلم دون شاروخان عمل معظم مشاهد الاكشن بنفسه، زي مشهد القفز من المباني العاليه، ورفض يستخدم دوبلير، وفضل يتدرب على القتال اليدوي والملاكمه لمده 6 شهور، وقال بعدها ان ده كان اصعب دور في حياته. المفاجاه انه كان بيمثل مشاهد القتال بالسيوف بنفسه، زي مشهد القتال في فيلم اسوكا، وقال بعدها انه اصيب في ظهره بسبب السيوف الثقيله، لكنه فضل مكمل تصوير. في فيلم راوان شاروخان عمل مشاهد القتال بالروبوت بنفسه، وفضل يتدرب على الحركات لمده شهرين، وده خلى المخرج يقول انه ماكينه اكشن بشريه. اجره في فيلم باثان كان 25 مليون دولار، لكن الثروه الحقيقيه بتاعته بقت 770 مليون دولار، وده خلى شاروخان يبقى النجم الاغنى في الهند ومنافس لاغنى نجوم هوليوود كمان. حقائق سريعه. اول حاجه ادمان العاب الفيديو. شاروخان مدمن على العاب الفيديو، وعنده غرفه في بيته مليانه بلاي ستيشن واكس بوكس، وبيحب يلعب فيفا في وقت فراغ. تاني حاجه الهوس بالرياضه. شاروخان عنده نادي كريكت خاص في الهند، وبيصرف عليه ملايين كل سنه. اما بالنسبه لاكلته المفضله، شاروخان بيعشق الدجاج التندوري، وبيقولوا انه ممكن ياكل دجاج كل يوم، وبيحب الاكل الحار بشكل جنوني. بعيدا عن الاكشن والشهره، شاروخان عنده مواقف انسانيه كتير. في موقف شهير شاروخان بنى مستشفى في نيودلهي علشان يعالج الاطفال المصابين بالسرطان مجانا، وفضل يتبرع بجزء من ارباحه بشكل سنوي، وده خلى الجمهور يقولوا انه مش بس ملك بوليوود، لكنه ملك القلوب كمان. ده غير انه عنده مؤسسه خيريه بتهتم بدعم التعليم في الهند، وبيتبرع بجزء من ارباحه للابحاث اللي بتهتم بالتعليم، وبيقول ان دي قضيه حياته. ودي كانت حكايه شاروخان، الراجل اللي خلى بوليوود تبقى عالميه، واللي اثبت ان النجم الحقيقي هو اللي يقدر يعمل الاكشن والدراما بنفس القوه. ايه اكتر دور حبيته ليه؟ شاركنا في التعليقات، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم الحلقه الجايه.